يا مساء السعادة على كل متابعين يوميات حنان. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض اللازانيا بطريقة حلوة جدا. وتعالوا نشوف عملنا الاختراع الجامد ده ازاي. نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ويلا ندخل نشوف معانا المقادير ايه. بس قبل ما ندخل على المقادير نغرف طبق مع بعض كده ونشوف الجمال والصوص الجميل ده. البشاميل اللي هو الكريمي الجوسي اللي مش ناشف الغرقان كده معانا. النهارده هنعمل اللازانيا بتاعتنا من منتج الملكة. عايزة اقول لكم ان ارخص حاجة وكانت طعمها رهيب. نسمي بسم الله ما نستهترش بيها يا جماعة. عايزة اقول لكم منتج حلو جدا في اللازانيا. معايا كمية بصل حلوة كده حوالي كيلو الا ربع اكتر من نص كيلو شوية. مقطعاهم جوليان رفيع جدا. معايا هنا طماطميتين كبار مقطعاهم بالمبشرة يعني بشرهم بالمبشرة. ومعاهم 3 قرون فلفل شطة. معايا هنا ربع كوباية كاتشب يعني فنجان صغير. معايا مكعب ماجي ومعايا اللحمة المفرومة بتاعتي. ومعايا لتر ونص حليب. هنعمل بشاميل الأول مع بعض. المادة الدهنية بتاعتك أي نوع سمنة انتي حابة تفضليه. وجنب البشاميل هعمل برضو العصاج. حطيت المادة الدهنية في البولتين. واحدة هعمل فيها البشاميل وواحدة هعصج فيها العصاج بتاعي. خلاص نزلت بالبصلة وشوحتها ونزلت كمان باللحمة المفرومة. هظبط الملح والفلفل ونرجع للبشاميل بتاعنا. طبعا البشاميل عايزة اقول لكم ان انا بعمل الاتنين عن نفس البوتاجاز. والاتنين يعني ايديا فيهم مش بسيبهم وامشي عشان ما يتحرقش مني. طبعا كلنا عارفين البشاميل لازم تكون ايديكي فيه على طول وتقلبيه علشان ما يتحرقش منك. هنا بنحمص الدقيق بتاعنا. حطيت حوالي كوباية دقيق او كوباية الا شوية. وثلاث معالق سمنة متوسطين. المعلقة اللي انت بتاكلي بيها بتاعت الشوربة. هنحمص الدقيق بتاعنا كويس جدا. ونرجع للعصاج بتاعنا. بعد ما ضفت المادة الدهنية بتاعتي وسخنت كويس هنزل بقى بالبصل يتشوح معايا وياخد اللون الذهبي. كان في الوقت ده الدقيق بتاعي اتحمص وطلعت منه الرطوبة واخد لون جولد شوية إلى حد ما علشان ما يغمقش مني ويكون طعمه مرر ومش لطيف. هنزل بالحليب بتاعك حابة انتي تغليه الأول براحتك مش حابة برضو براحتك. هضيف مكعبين مرقة. ومش هتحتاج معايا ملح هظبطها كويس جدا. انت احتاجت معاكي ملح برضو براحتك. خدت مني قد ايه حليب. خدت مني كيلو ونص. الحليب ده حليب بخيره. فلبن كان طعمه حلو جدا ودسم فخلى البشاميل معايا كويس. ده القوام اللي انا محتاجاه يا جماعه يكون خفيف علشان يسوي معايا مكرونه اللازانيا. هنا هظبط التوابل بتاعتي. نزلت بمعلقه توابل وبهارات جاهزه. وضفت معلقه فلفل اسمر. وحبه ملح صغيرين. طبعا كده تمام الملح تمام. اول ما تاخد اللون الذهبي هنزل بقى هنا باللحمه المفرومه وكمان معايا طماطمايه وقرن فلفل. ظبطنا الدنيا كده. خلاص العصاج كده بتاعي جاهز. هنضيف طبعا متبقي معانا الكاتشب. هننزل بفنجان الكاتشب او لو عندك اكياس اللي هو الظرف الصغير دي فيه حوالي 7. تمام. انا كانت عندي الاكياس متوفرة فضفت حوالي 7. تمام يا ست الكل. خلاص بقى هنشوحها وكده زبطت معانا وطعمها عايزة اقول لكم حلو جدا ومديه كده تسكيرة في الصينية كانت حلوة قوي. هنبدأ بقى جهزنا العصاج وجهزنا المكرونة وجهزنا البشاميل. هنجيب الصينية اللي احنا هنرص فيها اللازانيا أو هنسوي فيها اللازانيا. دهنتها بمادة دهنية بمعلقة سمنة كده فردتها في الأرضية. وننزل بالبشاميل بتاعنا اللي احنا عاملينه خفيف علشان يسوي معانا مكرونة اللازانيا. المكرونة دي يا جماعة مكرونة مش مستوية. حابة طبعا ان انت اللازانيا اصلا ليها طريقتين. طريقة ان انت بتخففي البشاميل وتعمليها من غير سلق. والطريقة التانية ان انت بتسلقيها المكرونة نص سلقة. هنا جيت ان انا ارص اللازانيا بالعرض لقيتها مش هتيجي غير بالطول وجت معايا مظبوطة جدا 6 وحدات في كل طبقة او كل راق. تمام كده. رصيتها كانت تمام ومظبوطة وكل حاجة. حتى في التقطيع طلعت معايا متساوية وحلوة جدا وشكلها كمان ظريف. خلاص ضفت اول حاجة المادة الدهنية وبعد كده البشاميل الخفيف وبعد كده ضفت عليه اللازانيا. هضيف حبة يعني كبشة او 2 كده مغرفة او 2 على اللازانيا علشان هي دي اللي هتسويها معايا. وهنزل باللحمة المفرومة العصاج بتاعي. تمام يا ست الكل. عايزة اقولك ما تستغنيش عن الطماطم والكاتشب لاني عطوها طعم حلو جدا وخلوها كده جوسي وجميلة. غير ان انت تعملي العصاج كده يكون ناشف معاكي ومش ظريف ومفهوش
سيولة كده ولزج، بتبقى طعمها مش ظريف. هننزل بقى بالدور التاني أو الطبق التاني أو الرق التاني بالمكرونة اللازانيا. تمام كده يا ست الكل، أنا عملتها حوالي 3 رقات من المكرونة. تمام، حطيت بقى عليها البشاميل التاني. عايزة اقولك بقى ما تنسينيش هنا، عشان انا نسيت اقولك من طول الفيديو، كنت فاكرة ان انا اقولك في الاول برضو بس نسيت. ما تنسيش تعملي لي لايك وشير وتعليق حلو منك علشان الفيديو ياخد مشاهدات حلوة وعدد كبير من الناس تشوفه. عايزة اقولك الوصفة حلوة جدا وسهلة وظريفة ولذيذة وطعمها خرافة. خلاص كده كانت اخر طبقة معايا، وهنا ضفت كيسين كاتشب من فوق. عايزة اقولك دي مش صينية لازانيا، لا دي صينية حلويات، دخلت قلبي بصراحة يا جماعة، طعمها حلو جدا، عجب كل اللي اكل منها. حطيت لي كاتشب من فوق، حبيت ان هو لونها يكون محمر شوية، وهتشوفوا شكلها وتقريبا شفتوه في اول الفيديو، كان شكلها حلو جدا وظريف. هحرك كده الكاتشب بالمعلقة، وهنا كانت جوه الفرن. وعايزه اقول لكم الفرن كمان اديتها تحميره زياده من جنب، والجنب التاني لا، فلفتها في الفرن برضو ما ظبطتش معايا، بس كانت جميله جدا. ما حبيتش ان هي تطول في الفرن كتير وتنشف معايا، كانت حلوه جدا وجوسي. هنطلعها بقى ونغرف منها قطعه في طبق وندوقها مع بعض. بصراحه للامانه كانت حلوه جدا وطعمها جميل. خلاص بقى هسيبكم في اجواء الفيديو واسيبكم في رعاية الله. ما تنسونيش في لايك وشير وتعليق حلو مع يوميات حنان في المطبخ، والسلام عليكم.